الشهور كيوسف بين إخوته، فكما أن يوسف عليه السلام هو أحب الأبناء إلى يعقوب، كذلك إن شهر رمضان أحب الشهور إلى علام الغيوب. يخلق الله ما يشاء ويختار، فقد فضل الله جبلا على سائر الجبال ألا وهو جبل أحد، وقد فضل الله مدينة على سائر المدن ألا وهي مكة المكرمة، وقد فضل الله ماء على سائر المياه ألا وهو ماء زمزم، وقد فضل الله يوما على سائر الأيام ألا وهو يوم عرفات، وقد فضل الله ليلة على سائر الليالي ألا وهي ليلة القدر، وقد فضل الله كتابا على سائر الكتب ألا وهو القرآن الكريم، وقد فضل الله شهرا على سائر الشهور ألا وهو شهر رمضان، وقد فضل الله ملكا على سائر الملائكة ألا وهو جبريل عليه السلام، وقد فضل الله بشرا على سائر البشر ألا وهو محمد سيد البشر، فأجمل منك لم تر قط عيني، وأفضل منك لم تلد النساء، خلقت مبرعا من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء، بذكر المصطفى تحيا القلوب وتغتفر الخطايا والذنوب، نبي كامل الأوصاف تمت محاسنه فقيل له الحبيب، ذكره يفرج الكربات عنا كأنها هي وطيب، لجود المصطفى مدت يدانا وما مدت له أيد تطيب، رسول الله دعوة مستقيل عن التفسير قاطره أيوب. فيا عباد الله في رمضان امسك عليك لسانك، ودعك من سيرة الناس في المجالس، ودعك من الطيبة والنميمة والحقد والحسد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، رواه البخاري. فيا عباد الله في رمضان لا تشاهدوا المواقع الحابطة، فهذا انتهاك للشهر، فرب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، ورب قائم ليس له من قيامه إلا التعب والسهر. فيا عباد الله عظموا الشهر في نفوسكم، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. والله خاب وخسر من أدرك رمضان ولم يغفر له. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له من ذنبه ما تقدم، رواه البخاري. والله خاب وخسر من أدرك رمضان ولم يغفر له. قال ابن الجوزي: والله لو قيل لأهل القبور تمنوا لتمنوا يوما من رمضان. فيا عباد الله في رمضان افشوا السلام، وصلوا الأرحام. فيا عباد الله في رمضان تصدقوا، فاللقم تدفع النقم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل يوما: يا جبريل، لما اتخذ الله إبراهيم قليلا؟ قال: لإطعامه الطعام. فيا أيها المسلم في رمضان افشوا السلام، وصلوا الأرحام وتصدقوا، وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه يوما: من منكم اليوم أصبح صائما؟ قال أبو بكر: أنا يا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من منكم اليوم تصدق بصدقة؟ قال أبو بكر: أنا يا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من منكم اليوم شيع جنازة؟ قال أبو بكر: أنا يا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من منكم
أريدكم اليوم دار مريضا. قال أبو بكر: أنا يا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فاجتمعت هذه الأمور الأربعة في يوم واحد وفي رجل واحد إلا ودخل الجنة. فيا عباد الله، في رمضان حافظوا على الصلوات الخمس وعلى صلاة التراويح. ولا أبرئ نفسي أن نحافظ على الصلوات الخمس وعلى صلاة التراويح. فالمؤمن في المسجد كالسمكة في الماء، والمنافق في المسجد والطير في القفص. وفي رمضان يا عباد الله، في رمضان تفتح أبواب الجنة الثمانية وتغلق أبواب النيران وتصفد الشياطين، وينادي مناد من قبل الله عز وجل: يا باقي الخير أقبل ويا باقي الشر أقصر. لا أريد أن أطيل عليكم أكثر من هذا. على قد اللحاف ملت رجلي، ولو طال اللحاف لها لطالت. قد عقلت الناقة وبذلت الطاقة إلى هذا الحد وأقف وبه أكتفي. هذا ما أعلم، والله أعلى وأعلم وأعز وأكرم. حتى الملتقى مني لكم أطيب المنى. شعب السودان يا سنا عيني وقلبي، يا أهل الشهامة والأدب، يا أهل البطولات التي لا ينقضي منها العجب. صانوا العقيدة وطلوا بجهادهم أعلى الرتب. قد قالها يوم حكيم: شعب السودان مسلم وإلى العروة يكتسب. فاللهم احفظ السودان أمنها وأمانها ولدها ونهارها وأرضها وسماءها. اللهم قد تركنا البشر فلا تتركنا، اللهم قد خذلنا الناس فلا تخذلنا. اللهم يا من كلما نودي أجابا، وقف ما شئت من بلاد العرب والعزم من بلاد الإسلام. لن تجد قوما يستضيفونك في نهارات رمضان إذا ما آذنت الشمس للغروب عنوة ليقطعوا عليك الطريق ويبسطوا موائد الإفطار ويبسطوا قبل ذلك قلوبهم. السودان هو ذلك البلد الذي أشعت عليه شمس حارقة حتى اسمرت بشرة إنسانه وابيض قلبه وفؤاده، ظاهره فيه السمرة وباطنه من ورائه الرحمة والبياض. السودان هو ذلك البلد الذي شف على 7 دول متجاورات دخل من خلال الإسلام وانتشر مذهب الإمام مالك والسلوك الحسن ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم. السودان هو ذلك البلد الجريح، السودان هو ذلك البلد اليتيم، السودان هو ذلك البلد الذي يسير فيه دم الشهيد وهو يذبح من الوريد إلى الوريد وقد خانه وتخلى عنه القريب والبعيد. ما زال ذلك الوطن الذي اجتمعت فيه ثروات الدنيا كلها، لكن أبى هذا العالم الظالم إلا يسرق هذا البلد وأن يقسمه. هذه الأيام دماء المئات تسير في الشوارع. لماذا؟ لأنهم يريدون لهذا البلد الذي صنف عالميا أنه سلة الفداء العالمية أن تسرق ثرواته. لكن ذلك النيل الصافي، ذلك النيل البارد سيعود بإذن الله معافى. ما جاءنا عيد إلا بعد الصوم، وسيأتينا عيد النصر والفلاح والتحرير، إن كان في سوريا أو في فلسطين أو في السودان سيأتينا بإذن الله عيد النصر والفلاح والتحرير. السودان وطني، أنا من السودان، وما أدراك ما السودان. والسودان هي جنة وعالم آخر ووطن جميل وحب لا يموت أبدا. قسما بالله يا شعب السودان، لكم في جبهة المجد مناير، قد درسنا مجدكم وسمعنا صوتكم فوق المنابر. يا أهل الشهامة والأدب، يا أهل البطولات التي لا ينقضي منها العجب. وطني، مهما وصلت بلاغتي فيك مدحا أبقى ضعيفا متصدع الإعراب. مهما كتبت فيك سجعا ونسرا فأنت الشاعر والقلم والكتاب. مهما رفعني العلم دلالة وقدرا فأنت المعلم وصاحب الجواب. ليس لي قافية باء فأصيقني
شكرا فيما في التراب. وضبط إكمال حديثي فيك ولكن غير كلام ما دل وصاب. اللهم يا من كلما نودي أجابا، اللهم يا من كلما نودي أجابا، ويا من بجلاله يمشي السحابا، ويا من بجلاله يمشي السحابا، ويا من كلم في الدنيا موسى بلطف كلاما ثم أفهمه الخطابا، ويا من رد يوسف بعد بعد وكان أبوه ينتهب انتهابا، ويا من سير رحمة لنبيا وأعطاه الرسالة والكتابا وحرمه وسماه نبيا وأعتق من شفاعته الرقابا. لك الفضل العظيم على عطاء ما أنت به وضحكت به الثوابا، ويا من أجبت دعاء نوح فانتصر وحملته في الفلك المسهول، ويا من أحال النار حول قليله روحا وريحانا بقولك كوني، ويا من أمرت الحوت يلفظ يونسا وسترته بشجرة يقطيني. اللهم إن أهل السودان مثلهم في غربة فارحم عبادا كلهم منهوني. اللهم إن الماء ماؤك والبحر بحرك والعباد عبادك والخلق خلقك، فنتوجه إليك بضعفنا إلى قوتك وبذلنا إلى قدرتك أن ترحم أهل السودان. اللهم إنها قد هدمت البيوت ورمل النساء ويتم الأطفال. اللهم اجعل حسنا في بيته ومن أخذ أساسه ومن ضاع أولاده اللهم قد تركنا البشر فلا تتركنا. اللهم إن قتلنا الناس فلا تقتلنا. اللهم إن لنا في السودان شيوخا ركع وشبابا سجد، اللهم الطف في السودان. اللهم قد تركنا البشر فلا تتركنا. اللهم قد خذلنا الناس فلا تغسلنا برحمتك يا أرحم الراحمين. هذا والسلام عليكم. أحسنت.